بمناسبة بقى يا اخواتي ان احنا في شهر رمضان، جبت لكم كل الجماعة بتوعت امريكا واسرائيل اللي بياخدوا فيها، وبشكر كل الكومنتات دي من قلبي، ولاد بلدي ولاد مصر اللي شرفونا وخلى الكومنتات لفت العالم كله. يلا بينا نبدأ بأول تحفيلة. الموضوع انتهى وفض على كده، يعني خلاص على كده احنا البلد هناخده نصها والواد بده ياخد نصها وما فاضلكش. احنا الواد كيمو عمال يستعرض ويضرب نووي واحنا ما عرفناش ومحدش جه جنبه، عاوز يضربنا ولا ايه ومحدش كلم. انا ماله ومال انت هتخلبط ليه؟ انا ماله ومال كيمو والنووي والكلام ده. ما انا هنقول لك ما الموضوع ده انتهى. هتفتح خشمك هنكبسها لك وجيت من اللي بتاع اللي ورايا ده العنوان اللي فيها النار. يعني ايه الكلام ده؟ هو يعني خلاص الموضوع احنا فاضلكش يا سياده الرئيس. عيب الكلام ده. هو ده انا هنحارب هنقول لك ليه اكتر من 10 سنين هندافع عن وطني، تيجوا انتوا عايزين تقسموها ده. هو ليه هي تورته وانا عامل زي طربوش قاعد يا جماعه؟ ايه امال فيها الحكايه؟ انتوا ناس ضلاليه، انت ضلالي، انت ما تعرفش حاجه، انت ابو حنان. انت لما هتموت ربنا هيولع فيك. زي ما كنت عاوز تروح تعمل صفقه في فلسطين وغزه وعاوز قلت عايز نخليها مدينه، لوش وقفوا المصريين والفراعنه والعرب. يا واد تخلبطش في الكلام، يا قلت لك يا واد اتكلم عن نفسك. الكلام ما يعجبكمش. لما نيجي نضحك ونقول الحق ما يعجبكمش، لا اتكلم عن نفسك. احنا مدنيينك بفلوس واخد فلوس من البايدر، واحنا هنقول لك انت هات فلوس هتقول ما قدرتش معيش. طب ما انا قلت لكم هسدد لكم بالقسط يا جماعه، واحده علي. لا ما فيش قسط، احنا هناخد نص البلد غصب عنك. وقلنا لك روح شوف لك شغلانه يا اخي، روح اي شغل اشتغل يا اخي. قلنا لك بيض، وقلنا لك في شغلانه جلاطي، وقلنا لك في شغلانه تروح تعمل لك شويه ترمس حله نابت. ما كل ده شغل يا اخي. عيب عليك يا سياده الرئيس، ده انا كبير. من الاخر بقى يا مصريين، الراجل ده مش بتاع حروب. من الاخر اللي اسمه ترامب الراجل ده بيموت في الفلوس وبيموت في الاقتصاد وبيموت في البترول. الراجل ده دخل ياخد البترول بتاع العالم كله، دخل يستولي على ارض العالم كله. الراجل ده مش شايف حد من الاخر يا جماعه. واحنا كمصريين مش زي الناس دي يا جماعه. احنا بنقول لا في الكومنتات وفي الواقع وفي المواقع. وهسيب لكم مهرجان مكسر العالم لابن مصر والنجم علاء عفروتو ابن الفيوم، عامل مهرجان اسمه الدور حرب. هسيبه لكم في اخر الفيديو ده تسمعوا لقطه منه، وهسيب لكم لينك الفنان ولينك الاغنيه كلها في الوصف بتاع الفيديو وفي الكومنتات يا جماعه. ويلا بينا نشوف التحفيله الثانيه. عارفين اكتر حاجه عجبتني في مصر ايه؟ اهرامات الجيزه يا ريس. لا، كشري ابو طارق. المصريين دول عليهم حاجات. اول ما اكلت معلقه من عند كشري ابو طارق، من اول معلقه لقيت نفسي بتكلم عربي. عقبال ما خلصت طبق الكشري كنت خدت الجنسيه المصريه. سبحان الله، مصر ام الدنيا. يبقى كشري ابو طارق مش تمام. كان المفروض يحط لك شويه شطه زيت عشان تحرم تاكل كشري تاني. لو كنا نعرف ان الكشري بتاع ابو طارق اللي حبيبك في مصر ويطمعك في مصر كنا حرقنا المحل من زمان. وبس كده، دي نهايه فيديو النهارده. اشتركوا في قناه علاء ابن مصر يا جماعه، واستنوا الفيديو الجاي بينزل. انا كل ساعه بنزل فيديو، فانت واجب تشترك في القناه دلوقتي. ويلا بينا نسمع مهرجان الدور حرب اللي سايبه لكم في الوصف وفي اول كومنت. هو الوحيد اللي غنى المصري بالسيسي، علاء عفروتو ابن الفيوم. وافتخر ان انا اقول اسمك يا ابني، لان انت زيك زي الكومنتات اللي عندي بتدعم البلد. اجهزوا لي عشان هتدور حرب، جاي ادور في كله الضرب. لسه يا ابني ما جاش لا على الارض اللي في يوم يعكر لي مزاجي. اخوك حمله ملجم الكلاب، ما جاش مره وعدى للي خاب. يلا اكشن دور الحساب، هي خالصه انا هبت مني كلها جامده وكرفه على الحالات. ان قلبها قوي لو مات، اوعى تنسى انا لسه على الثبات. رغبوني بزينه الشباب، افراد نزل كله يعتزل. ايوه انا جامد، ايوه انا في خير، ده يا بطل بطل هطال. ايوه انا حمله عليك وانا خطر.